طيب يعني انا اصلعيت رسمي، قضيت فتره كبيره بحاول ان انا اتعايش مع الموضوع ده، ما عرفتش الصراحه. حصل اثناء تاديتي الواجب التربيه العسكريه، اللي هي بالمناسبه فرض على كل شاب مصري بيحب وطنه وبيلحس تراب بلده. اتعلمت حاجات كتير قوي في التربيه العسكريه، الا وهي ان انا لو جيت ماشي في شارع النقراشي قابلتني بنت بيضه وقالت لي رايح فين، سيمبلي هقول لها رايح سينا احرر اراضينا واجيب النصر هديه لمصر. تحيا مصر. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. قررت بقى ان انا افك العزله دي خالص واعمل لكم بقى سيريز جديده كده اسمها ماتش ودي على خفيف. اسمها ماتش ودي ليه؟ ده نبذه حب ووردة اعتذار عما بذر مني تجاه بعض الناس. يعني هي اسمها ماتش ودي، لا يعني ها مع بعضينا بنهزر بنضحك بتاع عشان ما حدش يخش يزعل مني وانا يعني اتفه من الكمثرى. الموضوع ملوش لزوم تهديدات بقى في الدي امز وهبعت لك العقيد علاء الزاني يجيبك من بيتك بالكولوت. يعني ملوش لزوم اجي بالكولوت، ممكن اجي لابس عادي. وبالمناسبه هي حاجه بتشعرني بالحريه جدا، بس انا حرفيا دلوقتي قاعد بالكولوت، وده تايمنج مناسب للعقيد علاء الزاني لو عايز يجي يشدني او حاجه. اثناء فتره غيابي بقى ابتدت بقى علاقات جديده تظهر بقى، سوزي ومونلي بقى وملك دهشان ومروان اتجوزوا يا جماعه بجد. انا قلت لا يعني انا فين بقى من القصه اللي بتحصل دي والناس عماله تشخر لي ليل نهار فين الفيديوهات. فانا خلاص انا جيت اهو. اثناء ما كنت بعمل سيرش على علاج الصلع الوراثي ربنا يحمينا جميعا يعني، فوجئت على التايم لاين لقيت الناس بتقول يا دين امي ده سوزي ومونلي سافروا دهب مع بعض من شهر. اختلفت الاقاويل بقى، يعني في فريق اول بيقول ان هم راحوا يزنوا وفي فريق تاني بيقول ان هم راحوا يجيبوا طلبيه هيدرو، وانا مش مع الفريقين خالص. ممكن يكونوا راحوا يعملوا سنوركلينج عادي، ممكن يكون عشان اسعار الكامبات دلوقتي بقت ب 300 جنيه في الليله، ده لو شاقت واحده من اول عباس بتديها 250 جنيه فتح كلام يعني. وفي الاغلب مش هتعرف تقعد ليله، يعني هي بالكتير قوي ساعه دقيقتين بتدلع الجندوفلي و58 دقيقه بتشرح لها اسباب وفاه دييجو جوتا. يعني العين بصيره والايد قصيره، يعني ثقافه المصيف راحت مننا خالص يعني. فانا لقيت ليهم لقاء مع المذيع ريهام سعيد وانا داخل بنفسي بقى اتاكد بقى هل انتوا يعني زنيتوا بقى ولا هيدرو ولا لا دي سفريه عاديه شقاوه كده بس. وانا مبسوطه ان انت ربنا جبر بخاطرك في ان ما وقفش مسيرتك اللي انت بصالها او هدفك اللي انت عايز توصلي له. هو انا هتجنن واعرف ايه نوع المسيره تحديدا، يعني هل هي مثلا كانت محترفه في ستوك سيتي وجالها عرض من الكازما الكويتي يعني، ولا ايه نوع المسيره بالظبط؟ الصراحه انا غيران يعني عشان هي سافرت تركيا وانا لا، يعني تلاقيها كانت بتتمشى في الشارع جنب ارض جولر عادي كده. قالت ان انتوا اصدقاء فعلا. أصدقاء عينيك بتكذب. اصدقاء وعينيك بتكذب. يعني ريهام سعيد هي خالتك في اي تجمع عائلي، يعني عارف انت الفايبس بتاعت انت بتشيك كده وراح تقابل الموز باين عليك. بص انا شباب زيكم يعني، بص انت مدري مش طحن بقى. انت كنت بتبص لها عشان كده. هو مش انا، انت ما بتغيريش. هو انا بغير عادي، بغير عادي، اي بنت بتغير. يعني هتتخطبوا. انا اصحابي بيجوا قدام مؤمن ايه يا مؤمن، واحده صاحبتي تاكله وانا قاعده، اغير ولا ما غيرش؟ انا بقى الحاجات دي ما تنيمنيش بقى، يعني الحاجات دي تشغل تفكيري قوي. يعني يقول لك بقى ايران واسرائيل وحرب عالميه ومش عارف الله، بنت بتاكل مونلي في بقه واحنا نايمين على ودنا وساكتين. بنت بتاكل مونلي في بقه، ولا ما شفت حد فيكم اتحرك حتى، ولا حد من الكونجرس قال بيقول لك ازمه نووي واحتلال وبتاع حاجه وسخه. انا لحظه الحقيقه بقى، يعني سوزي خرجت عن صمتها خالص بقى. قالت لك انا كل شويه تتهموني انا والبوي فريند بتاعي ان احنا طلعنا ده مش عارف نعمل ايه وبتاع. قالت لك لا بقى انا هعمل فيديو واجيب شهود عيان على اللي حصل ده يحكوا لكم بقى اللي حصل. انا ماليش ان انا اطلع بره لاي حد اي حاجه انا بفكر اعملها. طبعا ما بعملش حاجه غلط. انا من اول ما سافرت دهب اول فيديو نزلناه كان فيديو شغل، وعاملين منشن للشركه، وعاملين منشن للفندق، وعاملين منشن للرحله كلها. هو المنشن كفايه ينفي التهم الصراحه. يعني انت بعد كده لو طالع دهب مع صاحبتك وحد شاكك في امركم يعني انتوا الاثنين، اعملوا منشن للرحله كلها، منشن للفندق، منشن للناس اللي على الممشى. اطلع الرحله بقى بتاعت 3 بولز وبلو هول ومش عارف تمنشن بقى اي حد هتقابله بمنشنه بقى. خلاص انت كده بقيت راجل بريء خلاص. لو قفشناك في السرير ما حدش يقول عليك حاجه. معايا واحد صاحبي وصاحبتها ووالدة صاحبتي. والله يا جماعه انا مامتها اهو. طلع تعالي يا طب السالمين والناس كلها عارفاني، وسوسي في امانه في رقبتي ونايمه معايا في الاوضه ومفيش اي حاجه وحشه. طنط والله حضرتك جيتي الكحاليه عميتيها خالص بقى يعني. مش شرط التفاصيل العميقه قوي اللي تبين ان لا انا طالع اثبت ان العيال دي ما كانتش نايمه سوا. وبالمناسبه حي حضرتك جدا على اختيار لون الطرحه، واتمنى ان حضرتك تكوني عامله منشن للفندق، يعني زياده تاكيد عشان بس انا مش مطمن، حاسس ان لا في حاجه غلط، في حد كان معاكم. عزمتك على ايه؟ اقسم بالله اقسم بالله الكيس مش راضي يدفع. كيس ايه؟ كيس ايه؟ عندي كيس دهني على معدتي. يعني ما عزمتكش؟
لازميني بجد. عايز اعزمك؟ قول انت نفسك فيه وانا مش هجيبه. ما راح تقابل موزع ولا ايه؟ الله يحزك الله يحزك. انا الصراحه انا بحب سوزي ومولي جدا، يعني انا شايفهم كابل لذيذ قوي يعني. ننتقل بقى دلوقتي بقى لايه؟ ننتقل بقى للثنائي العتيق بقى، امل وحليم او حليم وامل. حيادي زي كابتن سيف زاهر كده يقول لك الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي. احنا مش واخدين صف حد، احنا هنا بنكشف حقائق. امل وحليم سمعت ان هم اتطلقوا زي ريمو بربري وزي ده ريمو بربري. هنا لقيت فيديو جديد بيقول لك خطيب البلوجر امل بيقول لها يا مرة. اسود يا انا بقيت مرة. ايوه مرة طبعا، امال ايه؟ فاكره نفسك راجل ولا ايه؟ فاكره نفسك الراجل ولا فاكره نفسك راجل؟ الو يا عمرو انا بدنت خلاص يا عمرو. سلام امشوا عادي مش انا. دي اغاني شغاله في ام 4. دي اغنيه كانت تشتغل في الام 4 يعني ولا ايه بقى؟ ام 4 معاه عربيه. بص ام 4 ومفتحين السقف، يعني ممكن اي كلوت على حبل غسيل يقع على وشي حالا. مين الناس دي؟ مين الناس؟ ايه المجتمع؟ طب هيموتني. خلاص اروح يا مرة انا معايا كرسي يخرب بيت سواقتك اللي عايزه تنهار دي اللي مديك رخصه. ظلمك يا مجنون يا ابني الفصك كل ستوري. الله يخرب بيتك. ظلمك مجنون ام 4 مجنون. طب ما كده خلاص ما قداميش حل، هجيبهم في المنطلون. شوف حد يغير لي بقى. والله يا عمده اتمنى انك تيجي تنكحني ناو. لا يا غلوزي لا يا غلوزي لا، ما تعمليش في نفسك كده والنبي. بس انا زعلي على اللي عملته او مجهودي انا وتعبي انا، زعلي على كتير قوي انا قدمته ما تقدرش. يا ليل ازيك حبيبتي عامله ايه؟ والله انا زعلان عليك، حاجات كتير قوي انا قدمتها وما اتقدرتش يعني. والله يعني ازيك يا ليلى حبيبتي عامله ايه؟ انت لابسه ايه النهارده؟ طيب والله يا حليم احنا مش قادرين نحس بيك قوي، انت راجل جميل والله، بس احنا مش قادرين نحس بيك قوي يعني. انت ما كنتش بتدخلنا في تفاصيل اسرتك خالص، انت راجل قافل على نفسك قوي ومش مدينا مساحه نعرف حياتك الشخصيه. ارجوك عرفنا اكتر. لما عملت الفيديو بتاع النهارده حسيت ان انا لو فتحت لايف معاك وهتفهموني ونقعد نتكلم ويعني نعرف نغير جو مع بعض وكده. طب ليه يا حبيبي؟ يعني انت دلوقتي انت ومراتك انفصلتوا اتطلقتوا خلاص، كل واحد راح لحاله، انت ليه بتشير مشكلتك على السوشيال ميديا؟ مين هيساعدك؟ يعني انت بدل ما تصور فيديو وتفتح لايف عشان الناس تساعدك، روح لثيرابي، روح لراجل دكتور نفسي يبقى فاهم علاجك ايه ويعالجك، روح اشقط لك واحده من البي واي وروحوا اشربوا ماتشا سوا، يعني هتفيدك وهتروق عليك في نفس الوقت. مين اللي فتحت الفتحه دي؟ مين اللي فتحت الفتحه دي؟ الله يسامحك. سالتني كلت ايه النهارده، فكرتني ان انا لسه ما كلتش، فاضطريت اقول انا قاعد لوحدي عايش لوحدي، فتحت السيره. الله يسامحك. الله يسامحك، يعني فكرتيني ان انا لسه ما اكلتش على لحم بطني. فقراء الهند بقى ومجاعات الصومال والحاجات دي لا مش مهتمين قوي يعني. حليم لسه ما اكلش، فكرتيني ان هو عايش لوحده في الفيلا بين 4 حيطان. ولا يكون في عونك يا ابني والله، يا ريت حد يشد من ازره، يعني يا ريت نقف كلنا وراه. انا بقى ده قلبي يتوجع بقى من الحاجات دي، يعني انا ما احبش اشوف الاتنين دول بعاد عن بعض. في راجل لطيف اسمه كريم محسن كده عامل بودكاست كده اسمه ايه حكايتك، قولها اتبان عليك. الناس بتختلف في طريقة حبها. الحب بالنسبة لأمل ايه في كلمة؟ جنان جدا. فجأة كده الساعة 4 الفجر يلا هنسافر. خد قلبي خد، انا مش عايزاه. خده والله. انتوا قاصديني بقى، انتوا قاصدين تبقوا مجانين. مش هي البت كده مره وام 4 وعربيه فتحت سقف وبتاع، مجنونه. انت اتكلمتي معايا من شوية وقلتي لي ان انت بتحبي اللي معاكي يبقى فاهمك او حاسس بيكي او يسمعك. هل حليم ما بيديكيش المساحة ان هو يسمعك وان انت تحكي له وتعبري له عن مشاعرك؟ وبيقطعني في كلامي كتير وما بيسمعنيش للاخر وما بيحاولش ان هو يفهم انا عايزه ايه. انا مش عايزاك تتكلم، انا عايزاك بس تسمعني، وده ما بيحصلش. ما بيسمعهاش وبيقطعها في الكلام كتير. لا برضو مش حاجات تخلي الست تستحمل يعني. الله يرحم بقى ايام الحلوه بقى، ايام الستات كانت بتستحمل. كنت تروح البيت لو تسمع ان في مشكله بين تيتا وجد وكده، تلاقي جدك كده قبل ما تروح ما شاء الله يعني واخد ستك ابر كات وسوبلكس ورامي عليها يمين الطلاق 3 مرات، وتروح لهم تلاقيها دايخه كده عماله بتلف في البيت نحله تشوف فين مقوره المحشي عشان تعمل له الكوسه اللي بيحبها. لا الستات بقت خرعه دلوقتي، يقول لك ما تسمعنيش ومش عارف. الله يا راجل. فن الاستماع، انت عايزاه ان هو يسمعك، يحس بيكي، يحتويكي. بالظبط. قولي لي لو انا بقول غلط. ايوه لا بالظبط. ولا بقول صح؟ بالظبط. هو جاي النهارده يسمع بس. فن الاستماع يعني يسمعك، يحتويكي. قولي لي لو انا بقول غلط، اصل انا المقاومات دي كلها عندي.
يعني لو ناويين على انفصال انا شاري. هو النهارده جاي يسمع يعني زيه زي الكنبه اللي انتوا قاعدين عليها، كلب ذليل، ولو حابه تقومي تتفي في بقه يعني يا ريت، يستحب جدا. حاسه ان انا ما بقتش قادره احاول معاه. انت حاسه من تعبت جوايا ان كده. انا لسه ما تعبتش، عندي قادر احاول. هو ده اللي جاي يسمع؟ هو ده اللي جاي يسمع؟ خلاص انت اتغير. بتضحك. اتغير لا عنه. والله لا 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 لا، ده اسلوب مستفز، وانا بجد انا مش هسمح والله كده. هو بيضحك ليه يعني؟ شايف ايه؟ مش فاهم. شايف واحده تافهه بتتكلم وخلاص؟ بصراحه يعني هو ماشي. لا يا ستي لا سمح الله يعني، لا ما اكيد ما قصدوش كده يعني. سيم يا حليم يا اخويا والله، سيم حاسس بيك، ساعات بتبقى كده فعلا. هو بيقول لك كلام حلو ولا لا؟ هقول لك بقى، انت حلو ان انت فتحت الموضوع ده. شايف إيلا بيعملها ازاي؟ فتقريبا من كتر ما معاملته لإيلا بقى بيعملها كده، نسي ان انا حد ناضج كبير، فبيعاملني ان انا إيلا في دلعه، في هزاره، في كلامه. انا إيلا بالنسبه له، في دلعه، في هزاره، في ما شاء الله مكفينا من كل حاجه، بس هو بيعاملني زي ما بيعامل إيلا يعني. الصراحه لا اخفيكم سرا يعني انا مش قادر اكمل يعني على القصه دي الصراحه، ان انا شايف واحد قاعد بيتهزق فابتدى يصعب عليا. البارت ده في الفيديو ده اكتر بارت انا كنت متحمس له. عبد الله التركي وهايدي. استنى، هايدي وعبد الله كان في بينهم مشاكل يعني. عبد الله قال بشكل واضح وصريح ايه مواصفات فتاة احلامه. انا حابب اعرف بقى يعني، احنا بقينا في 2025 مفيش كسوف يعني، لو حصل نوال تغيير الميول ولا حاجه، هذا الرجل الفحل اول حاجه هروح لها الصراحه. يلا بينا بقى نشوف مواصفات فتاة احلام عبد الله. فكوكوا بقى من كل الهري اللي فات ده. تركي لما يجي يختار واحده ما تبينش جسمها. تركي لما يختار واحده تعرف تعمل اسره، مش تعرف تعمل حجر شيشه. تركي عايز واحده شبهه، شبه اهلي. انا عايز واحده يا باشا اخش معاها الجنه، ما تدخلنيش النار يا باشا. انا من منطقه شعبيه، انا بغير يا اخويا. طيب اول حاجه كده، عبد الله عايز واحده ما تكونش بتبان جسمها. عبد الله عايز واحده ما تكونش بتعرف ترص حجر شيشه، يعني ما تكونش اشتغلت صبي قهوه قبل كده. عايز واحده تدخله الجنه، يعني هو عايز يزني في الحياه ويتجوز حسن المسلم بقى في الاخر. اقول لكم على حاجه، انا مش هتجوز واحده عامله فيلر، يلا خليها تولع. اقول لكم على حاجه كمان، مش هتجوز واحده بتحط اكستنشن، مش هتجوز واحده بتعمل هارد جيل. يلا انا شكلك اصلا مش هتجوز خالص. طيب هو الستيتمنت دي بتقول ان عبد الله مش هيتجوز واحده عامله فيلر، مش هيتجوز واحده مركبه اكستنشن، ومش هيتجوز واحده بتعمل هارد جيل. يعني انت لو ضوافرك معديه سنتي من لحمك على طول يعني جالك قرار ازاله بقى. عبد الله وهايدي اتخطبوا، اكيد بقى هايدي بعيدا عن المواصفات دي كلها بقى. تعرف؟ لا مش قوي يعني. انا تهت قوي من غيرك. ميرسي. وما اعرفش احنا ليه ما حافظناش على الحب ده. والله ولا انا. بس اقول لك على حاجه، قولي. هتفضل حب العمر لاخر العمر ان شاء الله يخليك يا رب. عارف نفسي في ايه دلوقتي؟ انا نفسي نبعد عن عيون الناس شوية. طيب هو فيها مواصفات فتاة احلام عبد الله اهو، يعني ما زيتنا في دقيقنا اهو، دي مواصفات عبد الله بالظبط. انا مش هتجوز واحده عامله فيلر. ده مش فيلر خالص يعني، دي غالبا عضة تيركس، يعني في تيركس عضها. مش هتجوز واحده بتحط اكستنشن. ده مش اكستنشن، هي عامله شعرها ديل حصان يعني حرفيا، يعني ده ديل حصان مش شعر متركب يعني. دي مش رموش متركبه، دي طياره F-16 غالبا جت ركنت عند رمشها. شافنيش وانا مقهوره ومكسوره، بس سبحان الله شافني اول ما فوت وجيت اعيش حياتي. من الاخر كده، اللي يخسر قلبي مره عمري ما خليه يرجع يكسبه تاني، فخليه ينساني عشان انا فعلا نسيته. خليك بعيد، انا مش فاضيلك، روح بقى انساني، ما بقاش باقيلك حاجة تانية، خلاص هنا معايا طلطة زمان انا. هي البنت باين عليها قويه الصراحه يعني، بس هي واضح انها خلصت، القصه انتهت يعني. ممكن ما اتكلمش وافضل سامعك على طول. ممكن ما تعندش دماغك معايا تاني عشان ما نسيبش بعض. مش هنسيب بعض تاني. كان ما حبيت غيرك، لا بعرف احب غيرك ولا عايز احب غيرك. طيب يعني الدرس المستفاد النهارده ان سوزي عندها كيس دهني، وحليم على لحم بطن، وعبد الله التركي محتاج يشوف حد ينيك. تصبحوا على خير.